خد. دلوقتي نصبح على رورو ونصب لها صباح الفل. العبايه هتاكل منك حته. احنا النهارده يا جماعه متقامين وعاملين ماتشنج جامد جدا، عاملين فيديو جامد جدا. هنعمل لكم يوم جامد النهارده ان شاء الله، وهنشارككم معانا في كل حاجه هنعملها. والنهارده انا عامل تحدي جامد جدا جدا جدا، وبتحدى الاء. انت خايفه من العزوه؟ انت بتخافي منهم ليه؟ بصي يا لا، بصي يا لا، والله مسكر. المهم دلوقتي يا جماعه عايزينكم تحطوا اللايك دلوقتي وتوصلوا الفيديو دوت ل 50,000 لايك وتشتركوا في القناه. النهارده احنا عاملين لكم يوم جامد جدا جدا جدا. النهارده يا جماعه انا هعمل تحدي وبتحدى الاء ان انا هقوم بكل حاجه في الجنينه. النهارده هنعيش يوم كامل في الجنينه، وانا النهارده هكون يوم كامل جناين. طب انا هكسب بيه وانت هتكسب بيه. بص يا جماعه دلوقتي انا بتحدى الاء ان هي انا هعيش يوم كامل جنايني. جبت كل حاجه ممكن ان انا احتاجها في الجنينه النهارده. لو انا فعلا عملت كل حاجه صح هكسب من الاء ان هي تعمل لي اكل حلوه اللي انا اختارها على مزاجي، واتنك يوم كامل كده في الاكل اللي هاكله. ولو هي اللي كسبت لها 5000 جنيه. لا طب انا اتنك انا كمان. لا ليكي 5000 جنيه. خلاص موافقه. موافقه؟ وان شاء الله هقوم بكل حاجه الجناين بيقوم بيها. فاحنا دلوقتي انتوا هتحكموا وتقولوا ان انا فعلا عملت حاجه صح، عملت كل حاجه صح، ولا عملت حاجه غلط. ولو عملت كل حاجه صح يبقى انا كسبت. محمد كسب ولا ما كسبش. فلو انا كسبت هتنك يوم كامل اطلب فيه واحط رجل على رجل، بمعنى اصح اعمل لكم يوم كامل هقول لك سيء. على حاجه، بص هقول لك على حاجه، هنعمل يوم كامل يا جماعه. ما اقولش لمحمد لا ابدا، كل اي حاجه بس كده يبقى هو كده يا جماعه. العقاب هيبقى يوم كامل نعم، مفيش لا. نعم الله عليك. فاحنا دلوقتي خلينا نبدا. امسكوا العصفور ده كده لا عمري ما امسكه. انا بحبه من بعيد. طب هدخله مكانه عشان خاطر بس ايه ما يتاذيش معانا في الشغل اللي احنا هنعمله. فاول حاجه دلوقتي يا جماعه معانا النهارده انا هعمل اول حاجه هجيب ان انا هشغل المكنه دي. بس بص ما تاثرهاش قوي. لا ما علشان هي بتطلع بسرعه فهو هخليها على اول درجه. اول درجه؟ لا دي ممسوحه. هو ده الصح. لا والله ممسوحه قوي. هو ده الصح. ايه رايكم يا جماعه؟ مش ممسوحه قوي. بصوا لا محمد زود لها تاني درجه. ماشي يا حبيبي. عينيا اللي انت عايزاه له انت تأمري. الله يبارك لك. طب عايز اساعدك في ايه في الزي؟ ربنا يبارك لك يا رب. لا انت بس لو انت هتعملي لنا لقمه نفطر بس عشان انا جعان. عيون الاثنين. هعمل لك احلى سندوتشات. بصوا بقى يا جماعه تعالوا كده معايا. المكنه القص دي حاجه كده اختراع جامد جدا بجد. اللي عملها ربنا يبارك له. تخيلوا لو ما فيش المكنه دي احنا كان زماننا بنقص بالبتاع اللي هي اسمها ايه دي. هندور بقى كده. بنورك يا حبيب قلبي. عملت لهم هنا جبن وشوكولاته وحاجه ايه، حاجه يعني يحدق بيها، حاجه يحل بيها. والله العظيم يا جماعه البت ديت مش عرقان كده ليه؟ البت دي عوض ربنا ليا والله العظيم. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. دي نور عيني. دي هديه ربنا ليا في الدنيا. وانت والله انت هديت ربنا ليا والله. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش. بصوا يا جماعه ايه الدلع ده؟ ده مش دلع، ده حاجه بسيطه. بس ان شاء الله هكسب ويوم كامل نعم.
هقول لك نعم، انا على طول بقول لك نعم. بس بصراحه الله ينور ان يجي لك تحفه فعلا، لما بتقص بيبقى ليها شكل تاني وروح تاني خالص. لا ده لسه هديها وش تاني. هاتي هي عشان اشتغل معاك. انا والله جوعت. ربنا يحميك يا رب ويجزيك خير. انا عايزه اقول لكم يا جماعه بجد بجد ان محمد هو دايما بيقول لي حسب عشان انت بتنقط الميه على الطبق، دايما هو اللي بيقول لي انت عوض ربنا ليا. لا والله هو اللي عوض ربنا ليا، هو اللي عوض ربنا ليا، ساندني في كل حاجه ومعايا في كل حاجه ومعايا على الحلوه والمره وبيشجعني ان انا اخف وان انا اتعافى، ويقعد على طول يقول لي كلام حلو واللي انا ايه ان انا ساعات طبعا بقف قدام المرايه وكده. لا ساعات بقف قدام المرايه وكده فانا ببقى ايه متضايقه يعني وكده، يقول لي انت حلوه طول العمر وهتفضلي حلوه ومش بالشكل والكلام ده. انت احلى واحده في الدنيا. ربنا يخليك والله العظيم. هو اللي بيديني طاقه، هو اللي بيديني طاقه ان انا اطلع لكم. على فكره يا جماعه بقيت باكل لبان زي ما انتم قلتوا لي. اكتبوا لي ان هي احلى واحده في الدنيا. انت الاحلى واحده في الدنيا. قول لي بقى اساعدك في ايه؟ هلم لك بقى الدنيا دي هنا ماشي واظبطها. ما تعيش نفسك وما تعمليش حاجه، هات لي بس ميه ساقعه شويه. هجيب لك ميه ساقعه. عايز حاجه تاني؟ ولا اي حاجه. ماشي هجيب لك ميه ساقعه وهاجي هعمل معاك هساعدك ماليش دعوه. شايف الدنيا متبهدله ازاي؟ طبعا دلوقتي يا جماعه احنا خلاص خلصنا قص النجيله، بس طبعا في حاجات بتقع من المكنه وانا شغال فلازم انا المها في الخشوكه ديت. وعليك يا بطل دلوقتي يا جماعه عشان خاطر الحاجات دي لو انا ما لميتهاش يعني مع الميه وكده ممكن ايه تعمل عفونه في الارض. الحاجات دي كلها لازم تتلم. الله ينور عليا بجد عشان انا ايه النهارده مبدع ان شاء الله. النجيله النهارده ديت والجنينه كلها هتتظبط وهخليها 10 على 10. تعبت جدا جدا، درجه الحراره والشمس نار نار. بس يا جماعه شايفين العرق؟ بصوا المنظر. انا عايز اقول لكم انا مساحه العرق النهارده بتاع 99 مره. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده الحته دي كلها النجيله بتاعتها هنا كده ميته، معرفش ليه. انا الحته دي غيرتها امبارح، لو انتم شايفين كده حته الجزء ده لسه متركب جديد. فانا النهارده برده في نجيله لسه موجوده اهي، انا جايب نجيله كتير. المفروض ان انا الحته دي كلها هشيلها كده واركب نجيله ثانيه. احنا هنشيلها كده واحده واحده وربنا يعين عشان الجو بجد متعب قوي. هي على فكره كانت هتشتغل بس هتاخد وقت، فبس انا عشان عايزها تشتغل على طول جبت بديل ليها يعني هغيرها عشان انا ما بحبش بصراحه ان النجيله تبقى شكلها وحش كده. الموضوع متعب قوي، الموضوع متعب قوي. انا بعمل لك كوبايه شاي. احلى حاجه في الدنيا يا جدعان لما ربنا يرزقك بزوجه بتحبها وبتحبك، دي اجمل حاجه في الدنيا. سيبك انت. النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث فيما معناه عشان مش متذكره بالظبط: بارك الله في البيت الواسع وفي الزوجه المطيعه وفي الدبه السريعه اللي هي العربيه وكده بقى دلوقتي يعني في زماننا ده. بس نيا انا بطل، انا بطل قوي. الله ينور يا حبيبي. ايه الحلاوات دي؟ ايه ده انت لحقتي؟ انا كنت مولعه الكتف. ده عملت كده لا انا اصلا عاملاه من بدري بالصدفه. طب ما ساعه انت بص دي انت ايه بتشرب عرق. والله تعبت والله. بص بقى انا عايز اساعدك في حاجه. انا عايز تعملي ميه ساقعه بس بسرعه. ماشي هجيب لك ميه ساقعه وهاجي هجيب صابون وانضف الحته دي كلها. هنضف لك كل حاجه بس هتيجي. لا انا هنضفها. هتيجي ميه ساقعه وبعد كده كل حاجه سهله. ده انا هوريكم شويه شجر انا جايبهم النهارده. لا بص في جبت شجر جديد. ايوه بجد والله رحت جبت شجر جايب ايه؟ هفرجك دلوقتي. طيب بصوا يا جماعه عندي كده اول حاجه تطلع هنا. اول حاجه هو ده ايه يا محمد؟ ده الليمون؟ ده برتقال. الليمون بيبقى صغير. البرتقال. شجره البرتقال دي اول ما طلعت كانت ريحتها فل، كانت ريحتها جميله قوي والحمد لله الورد بدا يكبر اهو. على فكره مش البرتقال اللي كان ريحته فل، لا هي الاستفندي اللي هناك. لا الشجره دي ودي برضو والله الشجره دي يبقى البرتقال والاستفندي بيعملوا ريحه حلوه. بصوا يا جماعه الورد. محمد انا عايزاك تعمل لي الجنان دي كلها ورد. هفرجك دلوقتي اصبري بس. على فكره انا حاطط لك شجر ورد بس هيطلع بعد شهرين ثلاثه، انت مش واخده بالك منه عشان لسه صغير. اللي هناك ده؟ تعالي يا الاول دي انا بعشقه. دي هتملى لك الشجر ده كله ورد. هنا بس ده هتعمل السور كله. انا بقى لابسه طقم بينك واجي بقى ورا الشجر ده بينك. لا هتلبسي اوف وايت. تعالي اوريك الاوف وايت. شايفه دي؟ دي برضه شجره هتسرح في قلب الشجر. بص كلها ورده اهي. يا روحي
وفي الجنب اللي هناك وفي الجنب اللي هناك وفي الجنب اللي هناك هتلاقي الصور ده كله ورا. بصراحه انا عايزه زي اللي هناك، بس كل حاجه بتاخد وقتها بالصبر، واحده واحده هتلاقي كل الشجر ده بيطلع ويطلع ورا. انا بصراحه عايزه زي اللي هناك. هعمل لك زي اللي هناك. هتعملها لي؟ تعالي 1 2 3 فوق. قلت لك زي اللي هناك وهي انت تعالي. فين؟ اهو يا حبيبتي اهو فين؟ هو دي بس صغيره لسه، كل ده هيكبر. انا بقول لك انت مش شايفاه اهو، والله اهو اهي دي اختي اللي هناك، انت مش شايفاها عشان لسه صغيره. شفتها قوي يعني بس ماشي. بنت عمها. هي دي ايه بقى؟ دي دي شجر زينه هقصقصه دلوقتي عشان لا ده حلو. ما طويله عايزه تبطل سنه. لا هو اصلا بيبقى طويل، ما هو شجر زينه بيكبر. انا هظبطه. لا بقول لك ايه، انا هروح اجيب الخرطوم. لا مش دلوقتي، الجو حار. لا هنضف هنا. لا هتنزليه مع النجيله، مش عايز مع النجيله دلوقتي خالص، الجو حار. ازاي بقى وانا يعني هتعب لمين يعني؟ الله يلا. لا بس ما توصفهاش. ما بترص انت. توصها على طول كده. هجيبها لك هنا. لا لسه هجيب فرشه رمل. احطها لك هنا. لازم نفرش رمل. ما هي كده. لا هجيب رمل من بره بقى، رمله جديده عشان النجيله تشتغل على طول. طب خلاص انقل لك اللي هناك هنا. ماشي، ربنا يبارك لك يا رب. يا رب يا رب يا الاء كده يا رب. طب اقول لك على حاجه، تعالى ادعي لي ان انا اخف. اعمل لك مفاجاه يا جماعه انا عملت طب استنوا يا جماعه، بصوا يا جماعه والله العظيم انا عايزه هكشف عن مفاجاه. لا عايزه اقول هكشف عن والله مفاجأة. العظيم يا جماعه محمد عمل معايا حاجات كتيره جدا عشان اخف، لدرجه اللي هو عايز اللي هو يخليني اروح اعمل الحجامه. يعني عامل معايا حاجات كتير قوي، انا بقالي شهرين كده تعبانه، فانا ما اعرفش ايه الحل. هعمل لها مفاجاه ان شاء الله حلوه، استنوا عشان في الفتره اللي جايه دي هيكون في طقم سفريات جامد قوي ورا بعض وكده، هيبقى في بوم كتير. لا بس بعيد عن ده كله، انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان محمد عمل معايا كميه حاجات عشان اخف واتعافى، بس برضو دي حاجه بتاعت ربنا طبعا، ما حدش يقدر يوفي اي حاجه. يعني لدرجه اللي هو بيجيب لي دكاتره هنا في البيت بدل ان انا مخرج بره، يعني بيجيب لي دكاتره علاج طبيعي متفق معاهم كده، بييجوا يعملوا لي كل يوم، اللي هو كل يوم حرفيا انا بعمل تمارين هم بييجوا يعملوا لي. انا مش عارفه اعمل ايه تاني، باكل لبان زي انتوا ما كتبتوا لي في الكومنتات. كان في حد كاتب لي في الكومنتات محمد اصلا عايزني اعمل حجامه، قلت له يعني ايه حجامه؟ في حجامه في الوش؟ وقعدت اقول له كده. فبعد كده ايه، لقيت واحده برضه عندها العصب السابع عامله حجامه وكده، فانا مش عارفه. بص بصراحه يا جماعه ايه المشكله يعني انا خايفه عشان يكون في مشكله كبيره وانا مش عارفاها، فمش عارفه هو ده طبيعي للعصب السابع اللي انا اقعد شهرين والتحسن مثلا بقي اهو، يعني زي ما الضحكه زي كده حواجبي، فانتوا فاهمين حاجه كده يعني. والله بس يا محمد شكرا جدا على كل حاجه بتعملها معايا. يا حبيبي انا عارفه ان انا قمر في عينيك طبعا، بس انا عايزه اخف برضه. قمر في عين الدنيا كلها، واللي ما يقولش غير كده يبقى بيكذب. طب ماشي، انا برضه عايزه الدنيا كلها بتكتب دلوقتي انت قمر يا الاء. يا جماعه اكتبوا الاء كلام كتير حلو، عشان هي في اليومين دول محتاجه النفسيه تتظبط. وبرده بعيد عن النفسيه اكتبوا لي يا جماعه انا ممكن اعمل ايه. انا بشوف كومنتاتكم على فكره، مش اللي انا بتخطاها كده، بشوف كومنتاتكم وعلى قد ما بقدر بعمل اللي انتوا بتقولوا لي عليه. فقولي لي هل انا ممكن اكون عامله حاجه غلط؟ كرهت البراشيم وكرهت الادويه وكرهت الحقن. بقى سنه كامله بتاخد في ادويه بسبب الحمل وكده، فهي زي تعبت اتخنقت جالها قرفه بقت مقرفه. لا مش مقرفه، سوري بقى عندها قرفه يعني. انا هنقل لك بقى كفايه رغي بقى عشان ما بحبش الرغي. انت جبت النجيله دي امتى يا محمد؟ هي النجيله دي بتطلع ازاي؟ يعني بيحطوا زرع بس النجيله دي محروقه. ايوه دي محروقه. لا مش محروقه هي، بس عشان الجو حر من الشمس، لكن شغاله. ده دي اللي بايظه. لازم يا جماعه الرمل تبقى تحت سايبه كده عشان الجدر يقدر ينزل جواها، ما يبقاش صخر كده. ده بتهيألي واطية، عايزة رمل. تبقى واطية عندي صح يا لا؟ واطية صح؟ ده انت اللي مش مسويها، انا كنت لا عايزة تعلى سنة والله. ايوه دي عايزة تعلى، دي عايزة تعلى. خلاص جيب، ما دام في بره جيب. انت عارفة المشكلة ايه؟ بس الشغلانة دي متعبة. لا الفاس لو كبيرة هتجيب معاها دي رخمة صغيرة. الله يكون في عون. عامة هو الشغل كله متعب، أي شغل حتى جنايني، طباخ، خباز، أيا كان كل الشغل متعب. ربنا يا رب يقوي أي حد شغال. يا جماعة مطلعين كمية الدهين دي بايظة، معرفش حد دلق صابون ولا حد دلق حاجة هنا موت لنا الجزء ده كله. بس خلي بالك أنت حاطط برضه حتة هنا محروقة، فأنت كده مش عامل نتيجة. بص أهي دي محروقة والله. دي السفرة دي محروقة. هغيرها يا حبيبتي. ما عجبكيش قولي لي عليه، انا استمارة 6 وش. دي هغيرها. اغيرها لك وش.
اللي بس يفكر يضايق كده غيرهولي. بص بقى هنحط رمل الاول كده عشان خاطر ايه ما تبقاش حته واطيه وحته عاليه. الله عليا يا استاذ وفنان زراعه. نجيب بقى جرد الرمل كمان. هنا انا كنت منزل متر رمل وده فايض منه، مصلحه ان فاض رمل عندي. حتى النجيله اللي انا جايبها جديده فيها حته بايظه. هو شكله موسم النجيله بتبوظ فيه ولا ايه؟ ممكن يكون من الجو حر، بس الزرع بيتضر من الحر وكده يا جماعه. لو حد عنده معلومه يعني يا ريت يعرفني يعني، لان بصراحه حاجه غريبه. نجيله جديده وفيها مشاكل. خلصها بقى يا جماعه كده وافرجكم انا عملت ايه. هنا يا جماعه كده خلصت هنا اهوت. النجيله كلها اتحطت. بصوا قد ايه طلع من هنا ميت. ما ناقصش بقى غير حاجه واحده، لازم نفرش عليها رمل طبعا علشان خاطر الرمل يدخل ما بينها. وبعد ما بنفرش الرمل انا مش هحكي، استنى انا اهوت. نجيب الميه كده، هنشغل الميه ونديها رشه ونجرقها بحيث ان الرمله اللي انا حطيتها دي تدخل جوه النجيله كده جوه منها. يعني هخلي النجيله تبان تاني. بصوا بقى يا جماعه تعالوا بقى ايه الخطوه اللي بعد كده بقى. صلوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي انا كنت زارع هنا دي برقوق احمر وبرقوق اصفر، بس للاسف تقريبا بصوا ماتت، معرفش ماتت من ايه. زرعتها مرتين وماتت. بصوا ناشفه ازاي. فانا جبت زرعه مكانها وقلت هغير البرقوق خالص، لان كل ما احط برقوق يموت، فانا قلت هغير البرقوق خالص. فهنعمل كده نشدها ومسهل الحال يا رب. بصوا الجدر ميت خالص اهو. جبت بقى مكانها ايه بقى؟ بصوا بقى يا جماعه عشان انا نسيت اسمها، بس هحاول افتكره معاكم كده واللي عارفها يقول لي. فاللي عارفها فيكم بقى يقول لي اسمها عشان انا مش متذكر اسمها غريب كده. مش عارف قال لي اسمها كوكوا، مونوكوا، كوكوا، ما اعرفش حاجه فيها كوا. فاحنا هنزرعها هنا بقى دلوقتي كده ونجرب رزقنا في ايه؟ في الكوكوا دي. البرقوق ما طرحتش مالناش نصيب فيها، نجرب الكوكوا. طبعا اللي حواليها ده كله هيهبط اما اغرقها الاول، لان ايه ده رمله. ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها وتطلع. بصوا يا جماعه دي اخرى شجره مشمش برضه ناشفه خالص اهي. بصوا ناشفه خالص اهي، ميتة خالص. طبعا احنا هنشيلها برضه مش عايزه تطلع. يا لهوي دي ميتة خالص، دي كانت مستحيل تشتغل دي. امشي. قالوا انا اللي مستناها تشتغل. توقعوا بقى جايب مكانها ايه بقى؟ عشاق التفاح بقى. فين عشاق التفاح بقى؟ جايب مكانها التفاحه الجامده دي يا جماعه. الفاس صغير فتعبني وقرفني ومش بيعمل معايا كده. ونقوم ايه مسقطينها كده. بص شويه رمل ايه، الرمل هيبقى احسن. عايز بقى اللي ايه هيعرف الشجره ديت نوعها ايه يقول لي الشجره دي نوعها ايه. الشجره دي ثالثه انا جايبها هنا عشان احطها في النص ما بين دول. حد هيعرفها ولا لا؟ ماشي كده نديها كده. يا جماعه انا جبت المكنه ديت عشان خاطر هرش النجيله ونرش الجنينه وكده عشان ما يبقاش فيها نمل ولا اي حاجه. انت لسه رش حمل. بس اقسم بالله فعلا انا محتاجه اتنقع في ميه دلوقتي. انت ما بتنزلش عليا. الله يكون في عون كل حد بيشتغل في غيط ولا في ارض ولا كده. بجد الموضوع متعب جدا. الله يكون في عونك. فدلوقتي يا جماعه بصوا بجد تفهم ايدك الجنينه شكلها تحفه. لا دلوقتي احلى حاجه بقى يا جماعه ان انا لقيت نمل في الجنينه، رحت اشتريت المكنه ديت وجبت فيها مبيد حشري للنمل وكده. طب بقول لك هما الثلاث شجرات اللي هم كانوا متاحين مش شغالين دول وديتهم فين؟ ما رميتهم بقى خلاص. ما هما كانوا ايه بقى؟ ناخد كان ايه؟ برقوق ومشمش. 2 برقوق احمر واصفر
وواحده مش. بصوا يا جماعه دلوقتي انا هطلع اغير عشان انا بصوا النمل انا بياكل بالرايي في تطلع جدتي. تغير ونكمل بالليل تعالوا عشان بس. خاطر احنا بصوا بقى ايه رايكم في الزرعه دي بقى؟ دي تحفه، دي تحفه. احطها هنا، كان هنا في ورده، شجره ورد بس ماتت زي ما انتم شايفين كده. وطبعا انا هشيل ده. انت لو هتحط ما تحطهاش ولا هنا. لا ما انا هقربها هنا كده هنا. ودي برضه ايه؟ ودي ماتت برضه. ودي كانت ايه؟ شجره ورد برضه. المهم دلوقتي يا جماعه بس ايه هكمل. رايكم يا جماعه في الدخله بتاعت البيت؟ انا غيرت ده كله يا جماعه هنا، وعملت كده الدخله دي. بدل وعملت هنا كان في زلط وكده راح مشيناه. هنا انا كنت عامل زلط هنا كده، وكنت بس طبعا كان الزلط شكله مقرف انا بصراحه. اقترحت على محمد قلت له لا نشيله شكله وحش جدا جدا. فطبعا غيرت النظام، وحتى شلت الرخام، كان في صف رخام في النص هنا، يعني معمول 3 صفوف. تحس ان احنا كنا بصوا الرخام كله ورا اهو. انا شلت دوت الصف اللي في النص ده كله، شلته من النص هنا كده، خليتهم صفين بس على قد العربيه، عشان ان شاء الله باذنك يا رب، باذنك يا رب كده في عربيه جديده زيرو جايه للاستاذه الاء، فان شاء الله تبقى تدخلها هنا في الجراج يعني. انت خلينا نفاجئ. طيب انا هطلع استحمى دلوقتي يا جماعه عشان النمل بياكل في جتتي، والمبيد الحشري اللي انا عملته ده. لا 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 هيتعبك. هات رشك انت. عشان كل نمل. ايوه يلا هستحمى واجي اكمل معاكم. عشان انا تعبت النهارده، لما تتعب لازم تكافئ نفسك. انا اللي كفيت. انا اللي كافئتني بصراحه ربنا، قالت لي لازم يلا تدلع اختار. نفسك. بسم الله الله اكبر. لما تلاقوا في مكافاه يبقى لازم يكون في حمام، ولما يكون في حمام لازم يبقى في الحمام الجامد. الحمام هو اللي ايه بيفتح النفس كده. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، الحمام عامله ازاي؟ حاجه اخر دلع. لما تتعب كافئ نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. سم الله. وعمو تحفه تحفه. طعم خطير. عندك طحينه؟ لسه عندي الشقه برضه. خد يا معلم. هات معلقه بقى. المخليه جامد قوي على فكره. بص يا لا الحمام بتهبل. انا باكل كده ايه؟ كلنا وظبطنا وروقنا دماغنا نزرع بقى الشجره ديت هنا كده. عارف الشجره دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ شجره الزبره. اسمها ايه؟ يا شبه الزبره. بص يا جماعه دي كانت ورده، وللاسف ماتت. الله يرحمها. بص يا لا لا بس حاجه ما يبص خالص. بس لازم الرمل صح؟ هحط شويه رمل. احنا عايزين نجيب فاس كبير شويه. نجيب فاس كبير هتنفعنا في البيت. على فكره هي ممكن تكون الزرعه ماتت عشان الارض صخره. بص الارض عامله ازاي. طب ما بقى لسه حطها هنا. لا ما انا هحط لها شويه رمل. اشمعنى شكلها تحفه. الناس طب هتقول رايها والتانية- دلوقتي. طب والتانية- شكلها تحفه. طب والتانية هتحطها فين؟ هشوف لها مكان بس نخلص من دي الاول. يلا. استني لا ما تشيليش هنا. بص يا جماعه احنا هنعمل كده عشان ايه؟ بقول لك مش انت اللي هتحط رمله؟ لا ما انا لقيتها من تحت رمله ما فيهاش حاجه من تحت. ميلها لتحت. انا عايزك اقلبها لتحت. اقلبي لتحت. اقلبي لتحت. اقلبي. اهو. اوعي ايدك. اوعي ايدك. لا اوعى. اوعي ايدك. مش انت ما تحطش بقى كله اوعى. لا انا هحط الطين. انا هحط كده بس اظبطها الاول كده ممكن تكون موتها. لا ما تخافيش. لازم نغرقها ميه عشان ايه الجدر يشبع ميه دلوقتي عشان هو اتهوى. هياخد برد يعني؟ لا عشان ينزل كده ويخبط في قلب الطينه. انا مش عارفه ان انا ليه هاكل عند حد. انت عارفه. بصوا يا جماعه شايفين الخيانه؟ شايفين ساب الجنينه وجاب تالين وحطها في العربيه بتاعتها وعامل يلعبها. انا بصورك على فكره. احلى توته في الدنيا واحلى حاجه حصلت في حياتنا اصلا. يا توته. توته دي هي البسكوته. هي توته مكشره وهي كده الحاجة ليه يا الحلوة محمد؟ في الدنيا. هي مكشره كده ليه؟ عشان بس خايفه من العربيه عشان انا بلعبها، بس انا بجرأها على العربيه. وانا برضو لما نروح اي مكان هجرأها عليه. مين روح بابا توته. علشان خاطر مين بابا يقدر يتعب 100 سنه. توته 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 ايه؟ بابا فين؟ توته. دي مصدومه. الدنيا. دي مصدومه بتقول. من الدنيا.
بتقول ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاب الحنين الجميل القمر ده؟ مين حبيب بابا؟ ان شاء الله لما تكبر اقوم اعمل لها مرجحه هنا كده واقعد العبها بقى في قلب الجنينه هنا كده بقى وايه اوعى. ان شاء الله يا حبيبي. وادعوا لي يا جماعه ان انا ربنا يتم شفايا على خير عشان اتصور معاه صور جميله واخد معاه فيديوهات حلوه وكل الكلام. ممكن بقى العبها انا شويه؟ لا يا جماعه عايزه ايه تلعب توته؟ هي غيرانه مني. يا روح قلبي ماما. بصي تعالي كده فوق شويه كده عشان تشوفي. بصي الدنيا حلوه وجميله. بصي جميله ازاي. توته توته توته. مزمزقه عايزه ابوها. ليه مستخلصه يا توته؟ يا جماعه انا قررت قرار مهم جدا جدا جدا. في ناس كتيره جدا بعتت لي اللي انا يعني افيد الناس بالعصب السبع اللي جاله وكده، واللي انا برضو بقالي بتاع شهرين اهو. بس ما شاء الله اتحسنت كتير يا لا والله. لا بص يا محمد الضحك. بصوا يا جماعه انا هقول لكم وانتوا فيدوني برضو في الكومنتات. انا ان شاء الله هطلع لكم فيديو وهفيدكم على الحاجات اللي انا عملتها كلها وكل حاجه انا عملتها والغلطات اللي انا عملتها عشان بعد الشر لو حد جاله الاعراض دي يلحق نفسه على طول. يا جماعه انا رحت لكام دكتور علاج طبيعي وكام دكتور مخ واعصاب. والله احنا دخنا على موضوع الدكاتره. الدكاتره. دكتور تاني جديد خالص ما رحتلوش قبل كده، وانا رايحه هاخدكم في التجربه بتاعتي. في ناس هي اللي قايله لنا عليه في الانستجرام. الله على النشاط والحيويه. بص يا جماعه لا الله اكبر. ربنا يحميك يا بنتي والله. بص يا جماعه مغرقه الدنيا كلها. غسلت بتغسل بالخرطوم كل حاجه. ده عايز نبقى نجيب له لوح ازاز. ما اعرفش الازاز بتاعه راح فين. الازاز بتاعه كان موجود بس مش عارفه راح فين. ما اعرفش راح فين. في النقل على فكره. ده في النقل لما كنا بننقل. هي الميه جت ليه؟ لا هتقطع ولا حاجه. بص بقى الحته دي بعملها ازاي بقى كده. مش الطلبه قد ايه نضف. انا اخر مره عملته قبل ما اولد. بعد ما ولدت تعبت بقى ما مش اعمل حاجه تاني. الله ينور عليك. تعيش نفسك بس وسيبيني انا اكمل بقى. لا الحاجات دي بتاعت انا. انت ليك حاجات وانا ليا حاجات. ما انا اعرف اعمل الحاجات دي برضه على فكره. انت ماسكه الخرطوم بس. هو انت عامله حاجه؟ انت ماسكه الخرطوم. لا اصبر بس لسه همسك دلوقتي. بص الكراب بينزل قد ايه؟ الله ينور. بحب اعمل بقى الحته دي عشان ايه؟ يجيب لنا طراوه على البيت كده من جوه. بس الكهرباء دي بقى محدش يجي جنبها. ما هي مفصوله ما حدش يقدر. بس الفيشه دي فيها كهرباء. ما تجيبيش ميه على الفيشه. ما انا بقول لك محدش يجي جنب الكهرباء. الله ينور يا ليه. يا لهوي. كنت هتغرقيني يا ليه. بصوا بقى يا جماعه انا عارفه ان انتوا بتزعلوا لما احنا بنقفل معاكم، بس احنا كده هنقفل عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده، واحنا بقى نخلص بس الجنينه ونظبط كل حاجه. وعايزه اقول لكم لو الفيديو ده عجبكم وصلوه ل 50,000 لايك واكتبوا كومنتات كتير. ولو انتوا عايزيني ان انا اعمل لكم الروتين اللي انا بقول لكم عليه اللي انا يعني افيدكم في الموضوع الروتين العلاجي. وانتوا تفيدوني برضو. اكتبوا لي برضو كومنتات كتير وشجعوني. وبس كده. وعايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا. وبس كده ومع السلامه.